حته من الزتونه. هنتكلم النهارده عن كونديشنال فورماتنج، شفناها اكيد في الاكسل وهنشوفها النهارده ازاي بتتعمل في الباور بي اي. عندي جراف زي ده ومحتاج الون الحاجات اللي جواه بناء عن شرط معين. بخش على المور اوبشن واختار من الكولوم كلر. هتلاقي الديفولت العادي اللون الرئيسي، ممكن اغيره كله وممكن اغير حاجه بار معين واحد بس اديله اللون اللي انا عايزه. وفي بقى الكونديشنال اللي احنا هنستخدمها النهارده. عندنا بيفتح المربع ده على طول اول ما اضغط على الاف اكس ده. في عندي 3 ستايلات للفورمات اللي احنا هنستخدمه. اول ستايل اللي هو العادي اللي هو المينيمم، والرول اللي انا ممكن اعمل بناء على شرط معين يديني لون، والفيلد فاليو بناء على البيانات اللي موجوده داخل الفاليو او العمود اللي عندنا. هنجرب اول ستايل عندنا. هنختار اللو فاليو، نختار الفاليو بتاعتنا مثلا ال 3000 يدينا اللون ده، ونعمل لون وسط برضو. لو الداتا 5000 يدينا اللون ده، والهاي اعلى من ال 6000 يدينا اللون ده مثلا. فاصبح عندي هنا 3 الوان. لما مجرد ما انا خلاص كده حددت ال3 الوان بتوعي كده، لو انا جيت حبيت اضغط اوكي هيقول لي لا انت لسه ما خلصتش. طب هو محتاج ايه؟ محتاج بقى الالوان ديت تبقى بناء على ايه؟ بناء على ايه ديت؟ هنخش السيلز بتاعتنا ونديله ان ده كله بناء على الاماونت بتاعي. طب الاماونت ده انت عايزه صم ولا افريج؟ لا صم زي البيان الموجود في الجراف. واضغط له اوكي. مجرد ما اضغط اوكي هتلاقي الايه الالوان اتغيرت عندي بنفس الطريقه، واداني ليجند كده ان من 3000 بيديك اللون الاسمر، في النص 5000، الاعلى من 6000 يديك اللون الاحمر. وهتلاقي الجراف اتغير باللون زي ما انتم شايفين كده. لو حبينا نستخدم الحالة التانية نضغط على اف اكس مثلا وناخد الحالة التانية اللي هي الرول. هيدينا اف فاليو لو القيمة دي بتساوي كذا. لو احنا قلنا له القيمة دي بتساوي، احنا عايزينها نمبر، وادينا له 3000 مثلا، ادينا له اللون ده وعملنا اوكي. نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا مش هيلاقي ال 3000 فمش هيديك اللون. لازم تديله في حالة الاختيار ده، احنا قلنا له الفاليو تساوي 3000 فلازم يبقى الرقم ده موجود. لو انا اخترت بقى ال 3780 اللي موجود رحت اعمل له اوكي، هيديني اللون زي ما انتم شايفين. ادي دي الحاله الثانيه عندنا. الحاله الثالثه اللي موجوده اللي هي الفيلد فاليو. الفيلد فاليو دي مثلا انا عندي جدول زي ده وفي كولر زي ده. لو انا اخترت من هنا السيلز اليمنت واخترت الكولر، ممكن افتح من هنا اشوف الباك جراوند كولر يديني الحاجه ديت، واختار من هنا ان هو الفايل ديفيل والكولر واعمل اوكي. مجرد ما اعمل كده هتلاقيه راح اعمل ايه، خد البلاك عمله بلاك، الجري عمله جري، الريد عمله ريد زي ما هو مكتوب بالظبط. فهو الحاله ديت بياخد اللي موجود جوه الفيلد او الفاليو ويبتدي يطبق الكولر اللي موجود زي ما انتم شايفين. في حاجه اخيره ان انا ممكن اعمل في السم كوانتيتي ان انا اضيف ايقونات عليها. ازاي؟ يعني مثلا بناء على ارقام يضيف لي ايقونه. لو انا فتحت الايقونه دي كده وشفنا هتلاقيه ضاف لي هنا ايقونات. ممكن انا اختار من هنا الايقونه اللي انا عايزها بناء عن من كذا لكذا اديله الايقونه دي، او اتحكم في الايقونات على حسب الشكل اللي انا محتاجه.